بالنسبة للإدمان يا جماعة، فلو اتكلمنا عن الإدمان، إدمان المخدرات، إدمان القمار، إدمان الرهان، إدمان الأفلام الإباحية، إدمان العادة السرية، إدمان الخسارة، إدمان المحرمات، إدمان المشاكل، إدمان الحوارات، إدمان الخناقات، إدمان المعارك. إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ هل أصبحنا شعب مدمن؟ هل كلنا محتاجين نروح مصحة؟ وبمناسبة المصحات يا جماعة، في مصحات كتير جدا غير رسمية، غير قانونية، غير طبية، غير صحية، غير عادية، كلها نصب في نصب. وأي عيل صغير كان مدمن قبل كده ودخل مصحة ممكن يروح يفتح مصحة خاصة بيه، تبقى مصحة خاصة ويبدأ يشتغل بيها ويبدأ يشتغل فيها وينصب على الناس، وهو أصلا مش مؤهل علميا ولا طبيا ولا نفسيا ولا أي شيء ان هو يعالج الناس. هو اصلا من اساسه لسه مدمن ومحتاج للعلاج، لكنها سبوبة حلوة طالما هو عامل سعر كويس، وطالما هو جايب مكان مأجر مثلا عمارة 5 6 7 8 9 10 شقق، وجايب شوية ناس زيه اللي هم مدمنين متعافين او لسه مدمنين عادي، وبيعالج الناس وبياخد على الراس في الشهر، لان هو طبعا بيتعامل مع الناس ان هم خرفان، ان هم ماشية، ان هم معيز، فبياخد على الراس في الشهر 8000 10000 جنيه واشحن وعبي. وايوه يا جماعة، للاسف الشديد انت ممكن تشحن اي حد لاي مصحة وهو اصلا من اساسه مش مدمن، ولا عمره ما شرب سيجارة، ولا يعرف اي حاجة عن المخدرات ولا البانجو ولا الحشيش ولا اي شيء خالص، ولا عمره ما شرب ميه ولا خمره. ممكن تشحنه ب 500 600 جنيه وتدفع له 9000 جنيه في الشهر وتدمر له مستقبله. وطبعا الناس بتخرج من المصحات دي مدمنين وتعبانين ومرضى اكتر مليون مرة من ما هم دخلوا. فالموضوع بقى سيء جدا، ومن سيء لأسوأ.